مساء الفل، عاملين ايه؟ حلقة جديدة في برنامج خط الستة. ولا صوت يعلو فوق حسام حسن وتوليه تدريب منتخبنا. حسام حسن اللي الناس كلها طلبت بيه بالعقل وبالمنطق. طالما انا مش ناجح مع مدرب اجنبي، يبقى حرام ان انا ادفع المبالغ الكبيرة دي كمدرب اجنبي. هيجي بمعاونين اجانب، هيجي ياخد عملة صعبة، هيجي مش هيأدي. لان انت يعني المدرب الاجنبي بيفضل دايما، زي ما احنا شفنا في الحلقات اللي قلناها قبل كده، بيفضل دايما اللاعب المحترف. فهل اللاعب المحترف ده افضل من اللي موجود في الدوري المصري؟ بالعكس، البطولات الافريقية كلها اللي منتخب مصر حققها كلها كانت بلعيبة الدوري المصري. لما يكون في لعيب محترف فلازم أن يكون لعيب جاي يأديلي، يديني 100% ويديني 200% اكتر من اللاعب اللي في الدوري المصري. فحسام حسن اختيار انا شايفه كويس، شايفه في وقته. شايف بس حسام حسن لازم يتخلص من كذا حاجة هيبقوا فوق كتفه. اولا عليه حمل ان هو محتاج ان هو يلغي المجاملات. حسام حسن عليه يحافظ على منظر المدرب الوطني قدام كل الناس، يحاول ان هو يوصل المسؤولين عن الكرة في مصر ان المدرب المصري يعتمد عليه. لان فشل حسام حسن ربنا لا يقدر يعني، معناه ان مفيش مدرب مصري تاني هيتولى المسؤولية، لان مفيش اقوى من حسام حسن. احنا قلنا ان اللعيبة اللي انت بتختارها في المنتخب هي لعيبة يعني الصف الاول في انديتها. فانت مش محتاج تدريبات فنية عالية، لان اللاعب بيجيلك 3 4 ايام قبل المباراة، فانت هتمرنه ازاي؟ فمش هنضحك على بعضينا. المدرب المنتخب لازم أن يكون النسبة الاعلى لو هنتكلم فنيات او روح. انت بتجيب الاجنبي عشان فنيات يبقى 60% وروح يبقى 40 او 70% فنيات و30% روح. لا، انا في المنتخب انا محتاج 70% روح و30% فنيات، لان انا جايب لعيبة هي افضل لعيبة في الفرق بتاعتهم. فنيات مش محتاج ان انا اوجههم، مش محتاج ان انا او بمعنى صح مش هلحق ان انا ادربهم، مش هلحق ان انا اعمل معاهم جمل او حفظهم طريقة لعب او الكلام ده كله. انت في الاغلب انت محتاج لعيبة تعتمد عليها، تديها الباور، تديها الحماسة، تسندهم، تدافع عنهم قدام الاعلام. مش مجرد لعيبة بس تبقى انا جايب اللعيبة لا بلحق اديهم جرعات معنوية عالية، لا بلحق اديهم جرعات تدريبية عالية، وفي الاخر انزل يا مدرب، انزلوا يا لعيبة في ارض الملعب، زيرو اداء زيرو نتيجة. حسام حسن اتمنى يعني ما تكونش كارت محروق زي اللي قبلك وتتحرق بسرعة. اتمنى ان انت تعافر وتاخد حقك. اتمنى ان انت عليك حمل ان انت تلغي المجاملات نهائيا. مفيش حاجه اسمها لعيبه تيجي وتنزل الملعب دقيقتين 3 وتحسب لاعب دولي. انا عارف ان انت هتعمل كده لان انت ما بتخافش من حد. وحتى لو محمد صلاح نفسه مش هيأدي لك او مش هيديك النتيجه اللي انت محتاجها منه، انا عارف ان انت الوحيد اللي تقدر تقول له ما تجيش. لان انت يعني بتاريخك بشخصيتك مش هتسمح بالمجاملات. في الختام يا حسام حسن، اتمنى ما تضيعش الفرصه من ايدك. انت قلت قبلها بيومين اتمنى ان هم يسمعوا كلام الجمهور ويمشوا ورا رغبه الجمهور. ما مشوا ورا رغبه الجمهور. اتمنى ان انت تشرف الجمهور وترفع راس الجمهور، ما توصلناش لدرجه ان احنا نقول ان اختيارنا كان فاشل. في الختام، في التوفيق لمنتخبنا الوطني. سلام.